ثواني كده. تمام الشكل كده تمام كده كويس، ما دام بالنضاره اقدر اقول اللي انا عايزه. طيب انت تقدر تمضي اللي انت عايزه زي مين؟ انك ممكن تاخد لعيب مثلا وتتعاقد معاه وهو قاعد مثلا بيستقبح، مفيش مشكله. ممكن تمضي لعيب وتديله مقدم تعاقد مثلا دفتر بفره عادي، ربع مثلا، فاهمني؟ تديله شريط سوماتريل. انما انا ما ينفعش اعمل كده، والناس دي بتخش عندي تماما. طيب ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب الكل يكون بخير وفي احسن صحه واحسن حال. ببص الاول طبعا النضاره انت مش متعود عليها. شوف انا النضاره دي بستخدمها في حالتين: لما ببقى قاعد بمنتج وبشتغل على الكمبيوتر زياده عن اللزوم، ولما بحب اكلمك عن هاو تو بي فلوطه، كيف تصبح فلوطه. ايه هو الفلوطه الاول؟ هفهمك. انك تبقى لابس نضاره زي دي وتبقى قاعد بتتكلم بالراحه، تبدا تهدي نبره صوتك. حتى لو دي مش طبيعتك لازم تخليها هاديه عشان تقدر تقنع اللي قدامك بالهبد اللي هتقوله. ما هو يعني ايه فلوطه؟ ليه ما قلتش مثلا هبيد؟ هاو تو بي هبيد، او ازاي تبقى هبيد. الهبيد ده بيبان على طول سريعا، انما لما بتحب تعمل فلوطه تهبط باسلوب شيك بستايل ظريف. فاهم ازاي؟ تبقى لابس مثلا نضاره زي كده وتبقى قاعد حاطط رجل على رجل، وبتبقى قاعد راسي كده، وتبقى دايما بتتكلم تبص تحت النضاره اللي بيكلمك، وتبقى هادي شويه وتقول له النادي الاهلي. انا ما بقدرش اقلل من انجازات النادي الاهلي وما انكرش ان النادي الاهلي بيعمله بالراحه، انما تتكلم بطبيعتك مثلا كده زي ما كلمتك بطبيعتي، نبره صوت مسموعه، هتتكشف، هيتقال عليك هبيد. انما الفلوطه زي ما فهمتك كده، هتتكلم براحه، مثلا يفضل يكون في ايدك قلم مثلا، تبقى بتبص اللي قدامك كويس متركز في عينيه، ومثلا بتلعب بالقلم، قال يعني اللي هو ايه، هتخلص، ويعني انت قاعد مع الفلوطه زي ما قلت لك. بيسموه الفيلسوف. لو تجربتك نجحت الاهلي هيشتريها. شفت كل اللي على الكفر فوتو بره على الفيديو؟ صدقني ده عشان مساحه الفيديو. انا حاولت مع محمد الشاب اللي بيعمل صوره الفيديو، حاولت نحط كل اللعيبه او كل الناس اللي اشتراها الزمالك من الاهلي، او اللي راحوا انتقلوا من الاهلي للزمالك. صدقني ما تقريبا كنا الاوضه ما كفتش، مش الصوره ما كفتش. احنا حاولنا نلزق صورهم على في الاوضه عندي، الصور ما كفتش. طبعا انت هتشوف مثلا صوره جوزيه جوميز تقول لي يا اسلام طب جوميز ازاي ماله من الاهلي؟ لو انت ما تعرفش المعلومه دي، جوزيه جوميز قبل ما يجي الزمالك كان ماضي في النادي الاهلي ومخلص كل حاجه. وبعدين ايه اللي حصل؟ والده توفى الله يرحمه، فطلب من الاهلي يجي متاخر شويه. كان عنده ميعاد مع النادي الاهلي مثلا، على سبيل المثال بديك مثال، يجي يوم 1/8 عشان ما تمسكش في التاريخ قوي، يجي يوم 1/8، فالراجل طلب يجي 15 20 8 حاجه زي كده، طلب يتاخر شويه. النادي الاهلي قال له لا انا مش هينفع، عندي عندي التزامات معينه وعندي مواعيد مع احترامنا. فخلاص بكل ادب الراجل رجع مقدم التعاقد بتاعه اللي خده، وخلاص الاهلي ما اشتكاش الراجل والموضوع عدى يعني. ودارت الايام، وطبعا الزمالك عشان بيبقى عايز دايما يعمل ناجح فبيدور على اللي انا عندي، بيدور الاهلي عنده ايه، سايب مين. طب الاهلي كان بيتعاقد مع مين مدربين؟ هات لي جوزيه جوميز، هات بيسيرو زي دلوقتي، هات عبد الله السعيد حتى لو راجل حاج كبير ربنا يديله الصحه ويبارك في عمره ويرزقه ويرزقنا جميعا حسن الخاتمه، حتى لو بيلعب في دور المسنين مش مشكله. ايه يعني 40 سنه بعد شهرين ثلاثه؟ ايه يعني في ايه؟ عادي اللاعب عبد الله عادي كويس من انهي اتجاه، يلعب مع الليمبي عادي مش مشكله. ايه يعني شيكابالا 39 سنه ونجدد له بس هيبقى حراق ومشطشط وايديه الاهلاويه؟ ايه يعني لما اجيب ناصر ماهر احمد حمدي شوف الاهلي ساب مين هاته. انا قلت لك والله نفسي في صحفي ارزعه كده مبلغ محترم مثلا ولا حاجه، الله اعلم، او اعلامي ما اعرفش مين في حاجه زي كده، ويكتب اسلام ممدوح هتفاوض مع النادي الاهلي والاهلي بيخلص فيه، هتعاقدوا معايا الصبح لمجرد ان ذكر اسمي جنب النادي الاهلي. وده شيء طبيعي، انت عارف اي حد بيتحط اسمه جنب النادي الاهلي يبقى في حته ثانيه، ده شيء طبيعي يعني، كلنا بنفتخر بده. طيب المهم عايز اوصل لك حاجه عشان ننجز سريعا. جوزيه بيسيرو النهارده خلاص اللي بيتقال انه جاي نادي الزمالك. انا بيسيرو مش فارق معايا قوي، بس فارق معايا في قصه ايه، ان هم دايما جايبين سيرتنا ويتقال لك مع اي شيء. انا ما بقللش من النادي الاهلي، بالعكس انا بتكلم اللي هو بيعمله يعني ما فيش مشكله، بس صدقني انت لو تجربتك نجحت الاهلي بيشتريها. ما انت بتاخد تجارب الاهلي، فيهم الناجح وفيهم اللي فاشل. يعني شايف عبد الله السعيد مثلا معاك عامل ازاي؟ شايف عبد الله معاك؟ انت بتاخد تجارب الناجحه. مشكلتك مش في اللاعب بس، لان لو عايز تعرف ان مشكلتك في اللاعب، انا قلت لك اول الفيديو انت ممكن تاخد لعيب بتمضيه مقدم تعاقد وتتعاقد معاه بدفتر بفر عادي عادي، تلف له زغروفين وتقول له اضرب يا معلم بيس يا شبح، مفيش مشكله. انا ما عنديش السيستم ده، ما عنديش الطريقه دي تماما. هفهمك. في لعيبه في الزمالك حاليا تتفوق على لعيبه في النادي الاهلي، وانا راجل الحمد لله يا رب بقولها دايما بكل جراءه، ما بتفرقش معايا حد، واللي عايز يزعل يزعل من الفنيات، ده شيء طبيعي. يعني انا لعيب زي محمد شحاته ده من افضل لعيبه نص ملعب داخل القاره على فكره كمان، بس بعد فتره حاليا من افضل لعيبه نص ملعب اللي في مصر. انا دايما اقول ان افضل سته في مصر من اللعيبه المصريه مهند لاشين. في الفنيات يا معلم خدها قاعده، ان كنت اهلاوي او كنت زملكاوي، ما تجاملش عشان خاطر حتى الناس تبقى تحترم جمهور فرقتك، فاهمني؟ مع احترامي تيجي تبص على لعيب زي محمد شتا محمد شحاته لعيب كويس جدا. الولد الصغير اللي طالع جديد محمد السيد لعيب كويس جدا،
بادئ الخامه بتاعته. بس سيبك من دول، فتوح عشان تعرف انت ليه فاشل. دي بقى تركز معايا فيها كويس جدا. فتوح تبص عليه في الزمالك، يكاد يكون فتوح ده من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر بيلعبوا رجليهم الشمال كفنيات مش كلاعب. ازاي اسلام؟ اللاعب مش فنيات بس يا معلم، اللاعب فنيات واخلاق وعقليه. لان في لعيبه بتبقى محترمه بس عقليتها برده مش افضل حاجه. يعني الاخلاق دي محتاجه برده معاها عقليه متزنه، فاهمني؟ ففتوح كفنيات حدث ولا حرج. فتوح عمل كاس افريقيا، انا مش من باريس، انا مش سلام حرفيا. لعب على اتقل عتاوله في القاره والواد مش شايف حد. الله اكبر على الفنيات، اللهم لا حسد. انما تبص على عقليه فتوح، الدنيا بايظه. فتوح ممكن تجيبه النهارده قاعد ايه؟ قاعده حلوه، فاهمني؟ ممكن تجيبه قاعد الناحيه الثانيه بقى قاعده ايه؟ سطلانه خالص، سطلانه ليه يا معلم؟ افهمك. لان انت كنادي زمالك عودت الناس عندك على السيستم ده. انت عارف انك لو لعيب فاشل واخلاقك بايظه بس فنياتك عاليه، انا هلاعبك في الزمالك عادي بس نستفاد منك. انما السيستم اللي انا حاطه عندي، هو الاهلي يا جماعه ما جالوش قبل كده لعيبه بايظه؟ جاله. ما جالوش لعيبه قبل كده بعقليات بايظه؟ الاهلي كان فيه لعيبه بتشرب وكان فيه لعيبه بتعمل وبتسهر، بدون ذكر اسماء كلنا عارفينهم اكيد. عملوا ايه بعد كده اللعيبه دي؟ راحوا الزمالك. يعني اللي ما كملش فيهم في الاهلي طلع على الزمالك. اللي مش ملتزم في النادي الاهلي ما بيكملش، ما بيكملش. هي دي القاعده مهما كانت فنياتك. فانا عشان كده بنجح. انما انت للاسف ماشي بسيستم معين اللي هو ايه، انا كاره النادي الاهلي، انا عايز ابقى احسن منه في اي حاجه، فانا هعلم عليه في لعيب حتى لو كان عنده قديم وحتى لو مش هستفاد بيه. لعيبه عندك بتسهر عادي، لعيبه عندك بتشرب عادي، لعيبه عندك بتضرب عادي بشهاده رئيس ناديك، عشان ما حدش يطلع يقول لي هنسالك مساله قانونيه. انا بعرف كويس اكلمك دغري وعارف امن نفسي ازاي. انت رئيس ناديك اللي طلع قال الكلام دوت. وكلنا شفنا بلاوي وكلنا شفنا فضايح. وفي لعيبه عندك يا راجل، ده انت عندك لاعب الله يرحمه اللي توفى وكلنا عرفنا سبب الوفاه، واللاعب فضل موجود عندك، انت حتى ما خدتش اكشن. انك ازاي بتطفح الحاجه ديت؟ ازاي؟ ما تحسبش حد. فما تجيش تقول لي لو نجحت تجربتي انا الاهلي هيشتريها وتشتكي من المأساويات. وما تنساش لما تحب تيجي توزع البطولات هتحط هنا 10 اكس وتحط هنا 1 اكس، فانت كده بالتالي نبره الصوت تهدى معايا كده، فاهم ازاي؟ تهدى عشان تبقى فيلسوف سقراط عصرك واوانك. فانت كده بالتالي بتوزع البطولات، ما دام هنا 10 اكس 6 بيكس هكس تريبكس والزمالك هنا معاه 2 3 تريبكس، فانت بتوزع البطولات بنفس مقدار الهكس بيكس هكس. طب تيجي تكلمه تقول له بيراميدز يا ابني معاه مليون اكس، لو الاهلي معاه 10 اكس فبيراميدز يا عزيزي معاه مليون اكس. يعمل نفسه مش سامع. طب هناك في السعوديه الكلام ده مفيش، نبدا نحلل ريالات ما نحللش كوره. فيا عزيزي الكلام دوت بيترد او بيتقال بسبب اللي بيتقال بنشوفه كل يوم، ان احنا حضرتك الاهلي تجربتنا الناجحه بيشتريها والاهلي بياخد من عندنا. نسيت اقلع النضاره والله من اول الفيديو. تقمصت الدور قوي بيني وبينك، بقى مستفزين شويه. فما علينا، الكلام ده كله عاري تماما من الصحه. قول زي ما انت عايز. السيستم اللي انا حاطه والنظام اللي انا حاطه على مدار السنين هو سبب الاول والاخير بعد ربنا. ربنا في الاول وفي الاخر هو سبب نجاح النادي الاهلي. لكن السيستم والنظام اللي انا ماشي بيه وطريقه تربيه الناس عندي اللي انا ماشي بيها، اللي اكيد بتخفق في بعض الفترات واكيد عندي عيوب في بعض الفترات، لان انا بشر واللي بيديروا الكيان بتاعي دول بشر، فطبيعي يغلطوا، طبيعي يحصل منهم اخفاقات، شيء طبيعي. انما اللي مش طبيعي اللي انت فيه خالص. فمالكش دعوه بيا عشان لما نجيب سيرتك ونرد على كلام بيتقال علينا ما ترجعش تقول انت بتجيب سيره الزمالك ليه؟ انت الزمالك تعبك ليه؟ تعبني ليه؟ مفيش اي تعب جاي من ناحيتك خالص. لحد كده تمام، مش عايز اطول عليك، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.